ويا صباح الفل على احلى ناس من مدينه فرانكفورت. فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين انا في وسط الغابه ومفيش حد تقريبا معايا. بصراحه عايز الفيديو ده يبقى سريع عشان انا مقلق يعني يطلع اي حاجه. الفيديو ده انا عايز اتكلم عن الانطباع الاولي. انا كنت عامل الانطباع الاولي على المانيا لما جيت، ولكن انا دلوقتي بقالي تقريبا سنه ونص قاعد في المانيا. فعايز اتكلم عن الانطباع بقى بعد سنة ونص عن ألمانيا. طيب أنا عايز اتكلم على النقطتين. هل ألمانيا بلد حلوة إن أنت تعيش فيها؟ وهل أنا أنصح أي حد لو جات له فرصة إن هو يجي ألمانيا يجي ولا لأ؟ رقم واحد، ألمانيا بلد جميلة تعيش فيها ولا لأ؟ ألمانيا تعتبر من أكتر الدول المتقدمة اقتصاديا ونظاميا وتعليميا وكل حاجة. ولكن احنا مش في الجنة. انت ستيل في الدنيا في حاجات حلوة وحاجات وحشة. في حاجات انت هتحتاج ان انت تضحي بيها عشان تاخد حاجات كويسة، وفي حاجات انت هتفتقدها و قصادها هتاخد حاجات اريح كتير. تمام، انا هتكلم عن وجهة نظري انا خلال السنة ونص. المانيا تعتبر طبعا من البلاد الجميلة اللي انت ممكن تيجي تعيش فيها، ولكن في بعض الحاجات اللي هتصطدم بيها. رقم واحد، هنا انا لما جيت تعاملت مع الناس هنا مش عاطفيين زينا. هنا احنا الى حد ما عندنا مشاعر، بنحب نضحك بنحب نهزر. هم هنا مش كده. هم هنا من الاخر كده، لو الالماني مش حابك هيقول لك في وشك انا مش حابك، مش هيحور عليك، مش زينا ومش زي الامريكان برضو. ممكن يتكلم كلام حلو من ورا يقول لك لا انا ما بحبش الشخص ده. هو هنا صريح جدا، مش عاجبه واحد اتنين تلاته هيجي يقول لك في وشك انت بتعمل واحد اتنين تلاته غلط. فدي حاجه احنا كشعب ما تعودناش عليها، بالعكس احنا تعودنا ان احنا نضحك ونهزر. فلما تيجي تتعامل مع الناس، في ناس ممكن تفتكر ان هم ايه ده، دول مش كويسين، ولكن في حقيقه الامر هو مش كويس. هو بيكلمك بمنتهى الصراحه، حاجه مش عاجباه حصلت فبالتالي بيقول لك واحد اتنين تلاته بس. فدي حاجه ما تعبهمش الصراحه، بس دي حاجه لازم تاخد بالك منها، عشان لما تيجي تصطدم هتحس ان انت متضايق او شايف ان الناس مش حابينك. ولكن لا، في حقيقه الامر هم مش ناس غلسه او ناس رزله، هم بيتعاملوا باللي شايفينه بالحقيقه. فدي انا خدت وقت عشان اعرف ان انا اتعامل مع الناس بالشكل ده. طبعا من ضمن الحاجات الصعبة جدا 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 هنا اللغة. الألماني صعب ولازم تتعلمه، لأن هم هنا ما عندهمش اوبشن إن هم يتكلموا لغة تانية غير ألماني، وأنت غصبا عنك هتضطر تتعامل بالألماني. في البنك مثلا في الكاستمر سيرفيس هيتكلموا ألماني، مش هيتكلموا بالإنجليزي. نادرا لما تلاقي حد يتكلم معاك إنجليش. ده مش معناه طبعا إن أنا سوبر في اللغة، أنا لسه بتعلم. أنا بقالي سنة ونص مخلص 2 ليفلز، وبتعامل اللي هو لسه مش بعمل كونفرزيشن كامله يعني. بس انا ممكن اخش مثلا اطلب حاجه، اسال عن حاجه، يعني الحاجات مع الدكتور اسال عليه، اقول انا عايز احجز معاه الكلام ده، يعني جمل قصيره يعني. بس انا في دماغي طبعا ان أنا اتعلم. فاللغه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا بحكي لكم على الصعوبات اللي انا واجهتها في الاول. طبعا برضو من ضمن الحاجات كل حاجه بالالماني، كل اليوفط كل الكلام بالالماني. فانت اول ما تيجي برضو هتبقى عندك صدمه كده حضاريه، ان انت مش عارف تجمع انت رايح فين جاي منين. والمواصلات هنا كومبليكيتد شويه، يعني هنا المواصلات مفيش حاجه ما بتروحش اي حته، ولكن عشان تفهمها انا خدت شهر ونص عشان افهم المواصلات بتتعامل ازاي. خليني اقول لك بقى المميزات. هنا طبعا لما بتروح حاجه حكوميه بتخلص في ثانيه. من ضمن العيوب بس معلش هرجع تاني برضو، هنا الدنيا اهدى بكتير جدا. ما عندهمش حته الاونلاين اللي يتعمل كل حاجه سهله اونلاين. انا عارف ان برضو عندنا مش دايما كان كده، بس انت لو رحت مثلا تطلع رخصه هتطلعها في يوم. هنا عشان تاخد ميعاد وتحجز قصه، مش يلا هنحجز هتاخد ميعاد هتلاقي ميعاد دلوقتي. لا، ممكن تلاقي ميعاد بعد شهر، ممكن تلاقي ميعاد بعد شهرين عشان مثلا تتعلم رخصه سواقه. الدكتور برضو ممكن تروح تاخد ميعاد بعد اسبوع. انا بقالي شهر بتعالج عشان ضرسي بيتعمل له شويه حاجات. هو ده الصح، بس احنا ما تعودناش عليه. احنا ما تعودناش ان كل حاجه تبقى بطيئه كده. احنا متعودين كل حاجه بسرعه، يلا بسرعه يلا بسرعه. لا، هم هنا على الهادي خالص. فهي دي ميزه، بس انا بالنسبه لي اول ما جيت كانت عيب. ما كنتش عارف اتعامل مع الجو ده. انت هتقولي ببص يمين وشمال عشان الدنيا فاضيه وبسمع اصوات فببص، دي حاجه طالعه لي يعني ولا ايه؟ فده كان هي حاجه كويسه، بس احنا كشعب كانت صعبه بالنسبه لنا في الاول اول ما انا جيت يعني. فدي كانت الصعوبات اللي انا واجهتها في الاول.
على الصعيد بقى، لو انت حجزت ميعاد وجالك الميعاد ورحت الهيئه الحكوميه بتخلص وانت واقف. صراحه ما شفتش انا حاجه في الحكومه رزله او حد بيكلمني بطريقه وحشه. ما شفتش حد بيتكلم مش انجليش في الحكومه الصراحه. رحت لقيت ناس بتتكلم بالانجليش. ده عن تجربتي انا، مش بتكلم عن اي حد. حاجه مهمه جدا هنا برضو بيقدسوها جدا، الويك اند. مفيش حاجه اسمها تشتغل في الويك اند هنا، مفيش حاجه اسمها تكلم حد عشان حاجه في الشغل. هنا حاجه اسمها ويك اند، يعني لازم تحترم ان ده ويك اند. فدي برضو طبعا حاجه كويسه جدا، ما كنتش بشوفها قوي الصراحه عندنا في مصر يعني. انا بتكلم بمنتهى الصراحه يعني. برضو عندهم برضو حاجه مهمه جدا، ان انت الشغل تشتغل 8 ولا 9 ساعات وخلاص وبعد كده بتروح. مش الطبيعي ان انت تقعد سهران في الشغل بتخلص حاجه. ده مش انا كمحمود بس بتكلم على كشركه بتاعتي انا بس، لا انا بتكلم على الجو العام، السياسه في المانيا. يعني حتى اصلا هنا في كل الشركات بيعينوا حاجه اسمها حد من الحكومه بيبقى مسؤول عن الموظفين، ومسؤول عن حته ان الموظف مش بيشتغل في الويك اند، الموظف مش بيشتغل اكتر من 10 ساعات في اليوم. الكلام ده كله، الكلام ده كله. فدي برضو حاجه كانت من ضمن الحاجات اللي انا كنت مفتقدها في مصر. وهنا لما جيت لقيتها مريحه، لان هم كلهم بعد الشغل عندهم حياه تانية. اللي عنده عجله بيسوقها زي ما انا جايب العجله بتاعتي كده، اللي عنده تمارين، يعني هو بعد الشغل بيبقى في حاجات تانية. لان هنا اليوم طويل في الصيف. انت هنا المغرب بيقدم في الصيف الساعه 9 وربع، فانت لو بتخلص شغل الساعه 5 ولا 6 بتروح لسه عندك 7 8 9 و10 لحد ما الدنيا تليل، فعندك 4 ساعات. فالناس بتستغل الوقت ده، الناس بتعمل اكتيفيتيز، الناس بتعمل على طول. عندهم حاجه اسمها بعد الشغل، الحياه اللي بعد الشغل عندهم الحاجات دي. طبعا الحاجات دي احنا انا كنت مفتقدها الصراحه في مصر. وفي الاغلب معظم الناس بتبقى كده يعني، نفس النقطه دي. فدي طبعا لما جيت هنا كانت من ضمن المميزات يعني. انا ما تعرضتش لموقف عنصريه الصراحه يعني، ما شفتش يعني. لان في ناس، بصوا، في جروبات كتير قوي بتتكلم كلام كتير قوي على على السفر وكده. وانا لما قبل ما اسافر كنت شايف الكلام اللي بيتقال. وجهة نظري ان الناس بتبالغ شويه صراحه يعني. انا ما شفتش خلال سنه ونص دي ما شفتش مواقف اقدر اقول عليها ان في عنصره. ممكن يكون في حد مثلا مره اتعامل معايا بطريقه ما عجبتنيش واشتكيته. صراحه انا ما بسكتش يعني. لو انت بتتكلم معايا بطريقه انا شايف فيها قله احترام بشتكي. اشتكيته وبعديها بنص ساعه الشخص ده، يعني انا صعدت الموضوع لمديره. المدير كلمني وكان عمال يعتذر لي كميه اعتذارات لدرجه ان انا قلت له خلاص يا سيدي، حصل خير. فانا ما شفتش صراحه موقف اقدر اقول عليه عنصره، او ان انا اقول عليه ان هم مش متقبلين فكره ان حد تاني عايش معاهم في البلد يعني. بلس ان البلد اصلا بقى معظمها مغتربين يعني. النسبة هنا الأتراك مثلا حوالي 5 مليون شخص. بقية الناس الأجناس التانية مليان، مليان جنسيات مختلفة. دلوقتي في ألمانيا وخصوصا في فرانكفورت الحتة اللي أنا قاعد فيها بيسموها أصلا انترناشونال سيتي من كتر الجنسيات اللي فيها. بصوا، في حاجة هي مميزات وعيوب. أنا شخص كنتش بيحب الصيف وكنت بحبش الحر. ولما جيت هنا كنت مبسوط ان انا سامع ان الصيف هنا مش كتير قوي. وفعلا الجو هنا على طول بيبقى حلو، نادرا ما تلاقي حر شديد يعني. ممكن الصيف كله يبقى اسبوع واحد، حرفيا اسبوع واحد. والجو هنا على طول حلو يعني. مش في الشتاء طبعا، الشتاء بيبقى ساقع قوي. بس انت برضو الهيترز والكلام ده بيخلي الجو مش بتحس ان يعني الساقع ده بيبقى بره، مفيش حد بيقعد بره تقريبا. ولكن الصيف دايما الجو بيبقى حلو الصراحة يعني، جو جميل ومنعش. ولكن احيانا الصيف بيقلب مطره. فدي برضو بتبقى حاجه انت مفتقد فيها الجو بتاع مصر، الساحل والحر. انا واحد ما بيحبش اصلا الصيف، بس فعلا السنه دي افتقدت الاحساس بتاع الساحل. فهي دي حاجه ميزه وعيب صراحه يعني، ان الجو مش دايما حر. بس لما بيطول الموضوع المطره، لا الموضوع بيبقى رخم. انت خلاص بتفتقد الشمس. ودي حاجه كانت دايما الناس تقولها ما كنتش بفهمها. يا عم شمس ايه يا عم، انا اصلا بحب الغيوم وبتاع. لا، كتر الغيوم بيجيب كآبة فعلا، فعلا يعني. ف... فالواحد فعلا لما بيسمع حاجه غير لما بيعيشها يعني. لان انا هنا يعني عاشرت بقى الموضوع ده سنه ونص. دي من يعني دي ملخص الانطباع الاولي بتاع السنه ونص اللي انا عشتهم، اللي انا عشتها في المانيا. وده تجربتي الشخصيه، ليست من تجارب اي حد تانية، تجربتي الشخصيه يعني.
من ضمن برضو المميزات ان هنا في فلوس بترجع. يعني انت مثلا الغاز مثلا او الكهرباء مثلا، عشان ده حصل معايا انا شخصيا. الكهرباء مثلا كنت بدفع فيها رقم، وبعد كده جم اخر السنه حسبوا وشافوا الاستهلاك بتاعي، لقوا ان انا ليا شهر ونص عن الاستهلاك اللي انا بدفعه. يعني انا كنت دافع زياده شهر ونص، فرجعوا لي شهر ونص فلوس كهرباء. فهنا لو انت ليك حاجه المفروض ترجع بترجع الصراحه يعني. مش في الكهرباء بس، كهرباء غاز كل حاجه هنا. انت بتيجي اخر السنه تقدم حاجه اسمها التاكس ريفند. بلس ان الشركات دي بتشوف الاستهلاك بتاعك، لما بيلاقوا ان في حاجه المفروض بترجع بيرجعوها لك. فدي طبعا من ضمن المميزات جدا اللي انا شفتها هنا. دي ملخص المميزات اللي انا شفتها خلال السنه ونص في المانيا. هنشوف ايه تاني، انا لسه معرفش. مش بقول لك ان هنا جنه، مش بقول لك ان هنا مفيش عنصره، مش بقول لك الكلام ده. بقول لك تجربتي الشخصيه خلال السنه ونص، انا ما شفتش العنصره، ما شفتش حاجات وحشه كتير. هل تيجي بقى المانيا ولا لا؟ ده سؤال برضو مهم جدا. ومش هقول لك تعالى، مش هقول لك لا تعالى يلا. لازم اولا تشوف ظروفك العائليه والماديه. على فكره هنا الفلوس مش احسن حاجه. هنا انت ممكن تبقى عايش لايف ستايل كويس جدا، ولكن في مصر انت ممكن تبقى بتاخد فلوس كتيره. في شركات بتدي فلوس كتيره، خصوصا ان انت عندك بيت مثلا في مصر، فلا بتبقى بتاخد مرتب حلو جدا ومش بتأجر بيت. هنا الايجارات غاليه، الايجارات هنا بتاخد تقريبا 30% من المرتب. فلو انت بتاخد مرتب حلو، لا مش هقول لك يلا تعالى يا باشا المانيا وبتاع، لا. ستيل انت بتاخد فلوس حلوه. فتيجي المانيا او ما تجيش، دي محتاج انت تشوف ظروفك ايه. انا كانت ظروفي ان انا ما كنتش ببص على فلوس بس، على قد ما انا عايز اخد تجربه السفر، وعايز اخد اللايف ستايل بتاعت العيشه بره الصراحه. فده كان اهم من الفلوس. طبعا الفلوس مهمه، مش هقول لك الفلوس مش مهمه، بس انا بقول لك كنت باخد الاكسبيرينس ككل. ده لما انا جيت افكر اسافر. بلس ان انا كنت مضغوط في الشغل الصراحه، ما كنتش اعرف الظروف على فكره في المانيا، بس انا كنت شايف ان واي نوت، طب ما نجرب. طب ما اخد. انا دايما بحب اعمل كده، بحب دايما الكومفورت زون اخش فيها شويه واروح هوب طالع منها. فجربت. فانت لازم تعرف انت عايز ايه. عايز فلوس، لازم تحسب انت هتاخد كام هنا وهتدفع كام ايجار وهتعرف تشيل قد ايه، لان مش دايما الفلوس هنا احسن حاجه. لو عايز عيشه لايف ستايل، هنا في لايف ستايل الصراحه. هنا في ان انت بتخلص شغل وعندك حياه بعد الشغل، في وقت فاضي كبير تتعلم حاجه، تتعلم مهاره، تتعلم لغه. فهنا في صراحه لايف ستايل. مفيش الضغطه اللي بتبقى موجوده في مصر، لان انا اشتغلت 7 سنين في مصر وعارف مصر عامله ازاي يعني. الشركات يعني، مش مصر يعني، مش بتكلم على مصر، مصر على عيننا وعلى راسنا حبيبتنا، ولكن بتكلم على الشركات في مصر. في بعض الشركات ازاي بتتعامل يعني. فانت لازم تحسب انت عايز تعمل ايه، انت ظروفك ايه. من ضمن الحاجات المهمة جدا، لازم لو انت متجوز تقعد مع مراتك تتكلم، تشوف هي اوكي ولا لا. مش يلا هنسافر وخلاص. من ضمن برضو الحاجات اللي كانت بالنسبة لي صعبة، غير ان هم وقتهم طويل شويه وهادين. كل حاجه هنا بتعتمد بالميل بوكس. هم لسه كل حاجه بالورق. انت الميل بوكس بتاعك ده اللي هو بتاع البيت ده اهم حاجه، ان هو بيجي لك عليه الجوابات، بيجي لك عليه الفواتير، وهي دي اهم حاجه. لدرجه ان انت ممكن عشان تقدم على حاجه تفتح الويب سايت، تلاقي مكتوب على الويب سايت ابعت على العنوان البريد ده عشان تقدم على السيرفيس دي او الحاجه الخدمه دي. يعني انت بتقدم عن طريق البريد اصلا. فدي حاجه كانت برضو من ضمن الحاجات اللي انا شايفها ان هي بتعطل شويه، عشان احنا كنا كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. فهو هنا انت لسه هتبعت بالبريد، وطبعا لازم تكتب لهم بالالماني، لان انت لو بعت له بالانجلش هياخد البريد بتاعك ده ومش هيبص فيه تقريبا يعني. فتبعت بالبريد وتستنى بقى رد. فالقصه دي بالنسبه لي طبعا يعني انا حتى لحد النهارده لسه على فكره ما تاقلمتش عليها. بس القصه دي كانت بالنسبه لي برضو من الحاجات اللي ما عرفتش يعني ان انا اتقبلها في الاول بسرعه يعني. بس ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لان دعمكم هو اهم حاجه.